هذا هو الليزر بقى. ده فكره بسيطه للليزر. تمام. طبعا هو دوت عشان مش نقدر يعني نعمله بشكل اكتر من كده. هي الفكره في ايه؟ ان شعاع الليزر بنبتدي نسلطه زي ما احنا شايفين كده، فبتبتدي الخلايا تبتدي تمتص شعاع الليزر. الخلايا تمتص شعاع الليزر بيبتدي عن طريق تحويل الشعاع الضوئي دوت، الطاقه الضوئيه ديت تحولها لطاقه حراريه. درجه حراره الخليه بتبتدي ترتفع بالتدريج. لو درجه حراره الخليه وصلت لدرجه حراره 70 بيبتدي يحصل حاجه اسمها كواجوليشن، يبتدي يحصل حاجه ريفرسبل نقص. الخليه خلاص البروتين اللي جواها، الدي ان ايه اللي جواها اتكسر، فالخليه الجسم يعتبرها خليه ميته. يبتدي الجسم خلاص دي خليه ميته، الاسطول هو نازل على خليه ميته، مفيش جرح، فمفيش انفكشن، مفيش التهاب، فمفيش فتره نقاهه طويله. الجسم يبتدي يكون طبقات كويسه او انسجه كويسه تحت الخلايا ديت، ويبتدي يعمل عمليه اذابه للانسجه ديت، تنزل على شكل نقط دم ونقط بلازما بعد العمليه. الميزه في الطريقه ديت ان الالم بتاعها اقل بكتير، فتره النقاء اقل بكتير، لان مفيش انفكشن ومفيش جرح. تمام. فده كويس. زي ده نفس فكره الفراكشن ليزر. لو احنا يعني دكاتره التجميل بيعملوها، بيشيلوا السكار او كده بالشكل ده، ولكن ده طبعا بقى بشكل مختلف شويه، ان هو الجهاز هنا الباور بتاعته او الباور بتاعته ما بتبقاش عاليه او بتبقى قليله. احنا هنا بنعتمد على ان احنا دايما نوصل درجه حراره اللي هي درجه حراره 70، ما نوصلش اكتر من كده، ما نوصلش درجه حراره 100. احنا محتاجين لحد درجه حراره 70 بس، مش اكتر من كده. تمام. طبعا بويف لينس معينه عشان خاطر امتصاص معين بشكل معين زي ما احنا اتكلمنا بقى، يعني هنحاول بقدر الامكان نقعد نعمل حلقه كامله كده نتكلم فيها الليزر ده هو بيشتغل ازاي. ايوه. هو يعني اشمعنى الخليه دي هي اللي بتمتصها؟ طب لو احنا بنتكلم دلوقتي اللي احنا هنعمل كواجوليشن او الخلايا ديت هيبتدي الجسم يشيلها، طب ما ممكن استخدم الدياسيرمي اللي هو الكي الكهربي. طب ايه الفرق بين ده ومن ده؟ حاجه مهمه جدا اسمها ثيرمال دامج. الخلايا ديت درجه الحراره ديت وصلت لحد فين؟ هل هي الخليه دي بس ولا الخلايا المحيطه؟ كل ده مهم جدا، هنقعد نتكلم فيه مره جايه.